بصوا يا جماعه، اللي جايبين تحليل حساسيه اللاكتوز هنا واللي جايبين تحليل حساسيه الالبان تعالوا على جنب هنا. تعالوا حساسيه لاكتوز، هناخد لاكتوز فري فورمولا، لبن خالي اللاكتوز. وانتوا حساسيه البان عندكم اختيارين، يا اما هنوقف الرضاعه الطبيعي يا اما هترضعوا طبيعي، بس كل ما هو خارج من الابقار هنوقفه. طب بس تعالوا وهل الكلام ده صحيح؟ الكلام ده كله غلط. تعال نسمع الكلام الصحيح. طيب، الحساسيه وعدم التحمل خناقه كبيره جدا شايفينها طول الوقت في العيادات وفي المعامل وفي الميديا. مفيش حاجه اسمها حساسيه لاكتوز بالتعريف. الحساسيه دي خناقه بين الجهاز المناعي وبين بروتين معين. اللاكتوز ده سكر لا يدخل فيه لعبه الحساسيه خالص. يبقى عندنا عدم تحمل سكر اللاكتوز وحساسيه بروتين اللبن عشان نقدر نسمي الاسامي بمسمياتها الصحيحه. عدم تحمل سكر اللاكتوز بيتشخص مش عن طريق تحاليل ولا عن طريق معامل، بيتشخص عن طريق الطبيب وبيدي علاجات معينه، يا اما الانزيم الهاضم للسكر اللاكتيز، يا اما بيدي لبن خالي السكر اللاكتوز. وهذا لا يصلح للطفل اللي عنده حساسيه لبن. الطفل اللي عنده حساسيه لبن تشخيصه برضه ما بيجيش عن طريق التحاليل، بيجي عن طريق اعراض معينه. الاعراض دي ليها علاقه قويه بالحساسيه. لما الدكتور بيشك في الاعراض دي، سواء اعراض في الجهاز الهضمي او اعراض في الجهاز التنفسي او في الجلد، الدكتور بيبدا يشك في ده، فبيبدا يمنع الام ويكمل رضاعه طبيعيه، يمنع الام من اكلات معينه ويخلي الطفل يكمل رضاعه طبيعيه. يحصل تحسن مع المنع، نرجع ناكل الام تاني، يحصل انتكاس مع اعاده الادخال، ساعتها بنشخص حساسيه وبنمنع الام. التحدي ده اسمه تحدي الطعام الفموي، الاورال فود تشالنج. تحدي الطعام الفموي ده هو الشكل الوحيد لتشخيص حساسيه الطعام الهضميه، وهو التحليل المعتمد وليس المعمل وليس الدم الخفي ولا السكر المختزل.